عقوبة أقباط المهجر تصل للإعدام في حال ثبوت تهمة السعي لتقسيم مصر. في نفس الاتجاه دعوة لإغلاق موقع جوجل بمصر وحذف الفيلم المسيء للرسول من محرك البحث، لأنه حاجة غريبة جدا سايبينه. يعني هو طبعا مش فيلم، هو تريلر مدته 14 دقيقة سايبينه على جوجل. الوضع الطبيعي كان لازم يحذف. في أمور كتيرة جدا بتتحط وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية اللي ماضي عليها مصر ودول العالم، في امور اللي تكدر السلم، تعمل كذا، تعمل انقسامات، تعمل شرخ، كذا كذا كذا، وفقا لهذه الاتفاقات والمعاهدات بتتشال، ما تشالش. فالنهارده الجمعيه المصريه للتنميه القانونيه وجمعيه افق للتنميه رفعوا دعوى قضائيه امام محكمه القضاء الاداري لوقف واغلاق موقع محرك البحث العالمي جوجل في مصر لابقاء على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر موقع يوتيوب المملوك لها. هنا بقى يعني برضو لازم وائل الغنيم يتحرك معانا شويه، ما بيشتغل في جوجل، لازم يتحرك معانا شويه في المنطقه دي. الرئاسه اعداد ملفات عاجله لحصر مشاكل الاقباط في مصر وتسليمها لنائب الرئيس. انا بس عايز اقول حاجه هنا صغيره. بعض مع الاسف من مرتادي الفيسبوك، يعني انا مش عايز اقول بيقولوا ايه في المنطقه دي، لكن يا اخوانا لازم يبقى عندكم احساس بالوطنيه تجاه مصر، تجاه بلدكم. مصر مسلميها ومسيحييها نسيج واحد، لن يستطيع احد على الاطلاق ان يعبث في هذا النسيج، لانه نسيج واحد، ما هوش نسيجين